تصدق إن في حرب قامت عشان كعكة؟ أيوة، مش بهزر، دي حرب حقيقية واسمها حرب الكعكة. القصة بدأت في السنة 1838. كان في مطعم في المكسيك بيملكه شيف فرنساوي. حصلت مشكلة، والعساكر المكسيكانيين دخلوا خربوا المطعم وكسروا الحاجة وضيعوا الكعكة اللي كان عاملها الشيف. الراجل الفرنساوي مرضاش يسكت، راح للحكومة الفرنسوية وقال لهم عوضوني. الحكومة الفرنسوية مش بس طلبت بالتعويض، دول قرروا يبعتوا جيش كامل عشان ياخدوا حق الراجل، وتقوم حرب بين فرنسا والمكسيك اتسمت حرفياً حرب الكعكة. الحرب استمرت أشهر، وفي الآخر المكسيك اضطر يدفع الفلوس عشان الحرب تقف. يعني تقريباً أكتر حرب سخيفة في التاريخ، كله عشان كعكة. و... انت لو كنت مكان الشيف، كنت هتعمل زيه وتولع الدنيا، ولا كنت هتقول يلا بقى نعمل كعكة تانية؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وتعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس. وكالعادة كان معاكو معلومة على السبورة.